السلام عليكم محبي ومتبعي بفن من جميع أنحاء العالم. اليوم جبت لكم هاد الفال ديال الخير كما كنقولوا. كتعرفوا اننا ان شاء الله باذن الله مقبلين على الصيف وكيكونوا فيه العراسات بزاف، مناسبات الخطوبه، يعني كيكونوا الحمد لله معروف الصيف عندنا هو فيه كيكونوا الحفلات ديال الزواج. هنا كاين واحد المشروع اللي كنعتبره انه مشروع لكل ربة بيت، هو كيفاش نخدم هاد الطقم اللي قدامكم. يا اما هذا اللي فيه النقش. بالنسبه لي انا هنا غنبارطاجي معكم الطريقه ديال هذا الطقم هذا اللي كتشوفوا. كيفاش خدمناه هنا. غنحاول الفيديوهات ديالي اللي غتولي مستقبلا غنبارطاجي معكم المزايا ديال المواد اللي كنستعمل في الاعمال ديالي. هنا باش نقش هاد الشمعه، وباش نقش هاد المرايه هادي، وباش نقش الطاجين اللي شفتو كنستعمل سيغن ديال لاباخاريطه. علاش كنستعمل الصيغ ديال البخاريطه؟ حيت كيجوني اسئله مثلا كيقولوا لي علاش ما نخدموش بهذا ولا بهذا ولا بهذا. انا غنعطيكم علاش كنخدم بالصيغ ديال البخاريطه. الصيغ ديال البخاريطه اللون الذهبي، اول شيء اللون ديالو زوين، ملي كيبس كيعطي واحد الذهبي اللي هو زوين اللي كتشوفوا قدامكم في الفيديو في النقشه اللي كتشوفوا. ثانيا اقتصادي كنقدر نتحكم فيه. ما كيجيني صعيب في الخدمه. شنو هو الحاجه اللي كتخلي ليا الصيغ ديال لاباخاريطه ماشي صعيب في الخدمه؟ هو التركيب، يعني الشكل ديال العبوه ديالو. العبوه ديال لاصيغ بخريطه كتكون ماشي قاصحه على اليد، غير متعبه. وهاد المساله هذه اللي كنقول لكم، كاين اخوات اللي جاو عندي باش يتعلموا النقش على الشموع. شنو كيطرا ملي كتبغي السيده نقول كنبغيو نبداو النقش على الشموع، كتقولي لا 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 عرفتي باش نخدم بهاد التيوب تقدر تضرني ايدي، يعني سمعت بانها متعبه. هذه ملي كتجرب الصيغ ديال البخاريطه كتحس بالفرق. العبوه ديالها ماشي من عامره بزاف، يعني كيخلي واحد ليسباس في واحد الفراغ عمدا باش ملي نبغي نضغط على الصاغن باش نقش ما تغلبش عليا. وهذه مساله مهمه. يعني علاش انا كنشرح لكم؟ لان هذه القضيه هذه نقطه جد جد مهمه، انه لا الصيغن ديال لاباخاريطه ان الحجم ديالها العبار اللي فيها زايدين عليه واحد النسبه ديال هو كيكون بحال الفراغ ما فيش البرودوي باش كيساعدني على عمليه الضغط باش نقش. يعني هذاك الفراغ اللي فيها ملي كنضغط عليه كيخليني نتحكم في القياس ديال الكميه ديال المحدد اللي كتخرج. يعني انا كنتحكم فيها، يعني ما كتغلبش عليا في الخدمه. بالنسبه للاخوات كيسولوني كيقولك لا حنا خدمنا ولكن ما عطاتنيش نفس الطريقه لا نفس الشكل، حيت انتي كتخدمي مثلا ببرودوي اخر ولا بطريقه اخرى مختلفه. بالنسبه للاعمال اللي كتشوفوا في النقش كامل ولا في الدورات اللي كندير ديال تعليم النقش كنخدم بلا الساخن ديال لاباخاريطه. انا كنعاود ناكد لكم السميه علاش، وفي نفس الوقت انا غنوريكم يعني العبوه ديالها كيفاش دايره، هي اللي قدامنا في الصوره. يعني داك الخط اللي كيبان لكم تحت الذهبي ولا اسود، تحت منه ملي كنبغي نبدا هي فين كنضغط. وشوفوا واحد المساله جد مهمه، ردوا البال بانني انا هاد الطاجين غنخدمو بواحد شويه ديال الصاغ اللي بقات عندي في العبوه. كنشد هذيك العبوات اللي كيبقاو عندي كنتنيهم حتى كيوليو صغار باش ما كنضيعش في داك البرودوي اللي عندي. علاش قلت لكم اقتصادي جدا؟ حيت كيخليني نخدم مرتاحه من جهه، من جهه تانية يعني هاد الصاغن ملي كنكون كنخدم فيه ما كيطرطقش او لما كيفسدش ليا في الاخر، كيبقى يعني خدامه بيه حتى لاخر نقطه كاينه في الصاغن. وهذه مساله مهمه جدا. وكما قلت لكم يعني العبوه ديال لاصيغن ديال لاباخاريطه مريحه في الخدمه ديالها. كيف شفتوا معايا دابا انا كاين واحد النسبه قليله ديال الماده اللي كنقوش بها اللي باقا عندي في العبوه وما كنضيعهاش. بالنسبه للصاغن الا بغيتوا تتعلموا تنقشوا وعجبتكم الفكره، ما عليكم الا تاخذوا واحد الزاجه، تشريو المحدد ديال لاباخاريطه اللي كتشوفوا معايا في الصوره، وكتبداو تدربوا على خطوط متوازيه فقط. يعني كنبقى نخدم خطوط متوازيه بزاف المرات. علاش؟ حيت بحال كنهضروا على تقنيه نقش الحنه. باش نتعلم نقش، باش نتعلم نخدم، باش بحال نعلم راسي براسي، كتحتاجي غير زاجه ومحدد اللي من نوع لاباخاريطه اللي عندي في الفيديو، وكنبدا نخدم هذوك الخطوط متوازيه مره على مره على مره. كنلقى راسي كنقدر نتحكم في الكميه ديال المحدد اللي كتكون فوق الزاجه. زائدا يعني باش نشرح لكم بان هذا المحدد اللي كتشوفوا خدامه به انا في هذا الفيديو كنقدر نخدم به فوق الحديد، يعني في البراد ديالاتي كنقش به ما كيزولش نهائيا.
يعني بالنسبه للبراد ديال اتاي كناخذ نفس الطريقه كيف كتشوفوا، كنقدر نقش به كما بغيت وكنحصل على نفس النتيجه، ما كيزولش نهائيا. غير الفرق ما بين انني نقش على البراد ونقش على الزاج غنشد الرسمه غنديرها بالبابي كربون، اولا ندير شي نقشه من يعني من اختياري اللي كتكون بلا ما نحتاج انني نرسمها. غنحاول هاد الايامات ان شاء الله باذن الله نبدا ننزل لكم دروس كثيره كيفاش تعلموا النقش اكثر، كيفاش يعني تجاوزوا دوك المشاكل اللي عندكم. لان كما قلت لكم بحكم الاسئله اللي كيجوني بزاف، كاين الناس اللي كيقولوا لي كيعين المحدد في الخدمه. انا عطيتكم علاش. المحدد اللي كنستعمل في الفيديوهات ديالي اللي هو في الصوره غير متعب، لان هذاك الفراغ اللي كاين في الاخر ديالو كيخليكم تخدموا مرتاحين، يعني ما كنحتاجش واحد الضغط بزاف، وفي نفس الوقت ما كيغلبش عليا ملي كنكون كنقش. ودي النقطه الاساسيه في النقش على الشموع او على الزجاج، انني كنتحكم في الكونتيتي اولا في الكميه اللي كتخرج من العبوه ديالي. هنا كيف لاحظتوا معايا بهذيك الكميه اللي باقا في المحدد، واخا هكاك خدمت بها ومازال غنخدم بها. علاش كنقول لكم اقتصادي؟ لانه ما كيطرطقش العبوه ديالها، الحديده ديال العبوه، يعني الحديد ديالها اللي رقيق ما كيتقطعش، يعني كنبقى خدامه بات على دوك النقط الاخيره. ها نتوما شفتوا معايا النتيجه النهائيه. هنا كنبدا نلصق العقيق اولا الحجر على حسب كل واحد شنو كيقول ليه. كنهزو بالكوطون تيج ديال الودنين، عود الاذن، كيهز ليا الحجر بحال الشكل ديال العيار، وكنحطو في الاماكن اللي بغيت باش كنحصل على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، وكما قلت لكم بخصوص المواد اللي كتشوف فيديوهات ديال هبه فن متوفره في محل هبه فن في مدينه طنجه. المحل ديالي كاين في كاستيا حدا مستوصف سعيد ناصري. بالنسبه للممثلين هبه فن راه كاينين في عده مدن، يعني هاد المواد اللي كتشوفوا في هذا الفيديو راها متوفره في عده محلات، يعني ما كاينش مشكل. الا بغيتوا المواد متوفره في المغرب ما كاينش مشكل في المواد، انا كنقصد المواد اللي عندي في الفيديو. الاخوات اللي كاين في المدن وما عرفوش فين يلقاو هذا المحدد، ما عليكم الا تواصلوا معايا في الرقم ديالي الخاص اللي هو 06 67 52 03 67. انا دابا كنحاول نبين لكم الصوره ديال المحدد اللي كنستعمل هو هذا، فيه اللون ذهبي واسود وفضي ونحاسي. كنتمنى انني نكون قدرت نفيدكم، قدرت نبارطاجي معكم النقاط الاساسيه في تقنيه النقش على الشموع، وعلاش لا ما تعتبروهاش مشروع وتبداو توكلوا على الله وتخدموا على راسكم، وفي نفس الوقت كتكون خدمه زوينه ومريحه، وتحاولوا تبارطاجوا خدمتكم مع الناس وتاخذوها كما قلت لكم كمشروع مدير للدخل. شفتوا النقشه ديالي كيف جات؟ كنتمنى انها تعجبكم. هي هنا باينه، وبالنسبه للمحدد راه واضح قدامكم في الصوره، واللون ديالو كيولي زوين ملي